المؤثرة ميسة سلامة الناجي، لكن السيد بلاوي المسؤول الأول عن النيابة العامة خصو يفتح تحقيق في هذا الكلام اللي قالت ميسة. تشري القناعات، تشري الأصوات، تشري الصحافة وحتى الكرامة الإنسانية. كيدوسوا على القوانين وكيستعملوا المال باش يصفيوا الحسابات ويصنعوا التحالفات. بالنسبة لهم الفلوس فوق كل السلط، الفلوس فوق كل السلط. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. أخنوش هاد الأيامات كتنزل عليه الفضائح من كل جانب، محاصر من كل جهة. الفضائح تنزل على رأسه اتباعا ويحاصر من كل جهة، وما بقاش ليه فين يتنفس ولا يتكلم ولا حتى يدافع على راسه. أخنوش من بعد ما همشوا الملك في عدد من الحالات، والحالات البارزة هو دعم الماشية اللي أعطاه لوزارة الداخلية بقرار، والإشراف على الانتخابات اللي أعطاه كذلك صاحب الجلالة كلف به وزارة الداخلية، وهمش رئيس الحكومة وحكومة أخنوش، زائد الفضائح الكبيرة التي توالت عليه من كل جانب. هاد الأيامات كاينة واحد الفضيحة الآن مدوية خرجات من الحبس من السجون. واحد من الناس ديال أخنوش من الحزب ديال الحمامة خرج كيقول وكيشكي شكاية خطيرة كيتهم فيها واحد المسؤول نافذ في ولاية فاس كيتلقى 8 مليار سنتيم باش يسهل الرباح ديال هذا السيد في الانتخابات. شحال المغاربه المبلغ؟ 800 مليون. شكون هو الراشي المفترض؟ 3 البرلمانيين. المرتشي المفترض موظف في العماله ديال من؟ ديال فاس. شو قال هذا الكلام؟ برلماني سميتو رشيد الفايق، فين هو؟ في الحبس، بشحال محكوم ب8 سنين. لمن قالها رئيس النيابه العامه ديال المملكه المغربيه في رساله. هذا واحد مسؤول في حزب الحمامه كيشكي من واحد كذلك مسؤول نافذ في ولايه فاس تلقى منه 8 مليار سنتيم باش يربحوا في الانتخابات ديال 2021 بطبيعة الحال. برلماني ومنسق إقليمي لحزب الحمامة بفاس دابا كيقضي 6 سنين حبس وغرامة ب1,000,000 درهم بعد ما تحكم عليه بتهم ثقيلة: الارتشاء، تبديد المال العام، واستغلال النفوذ. نموذج من النماذج اللي كيعطيها لنا حزب الحمامة ديال السيد رئيس الحكومة. وميسة سلامة من جهة أخرى كتطلع بتصريحات صادمة كتقول باللي أخنوش عرض عليها 1,000,000 درهم مرة واحدة باش يسكتها في الانتخابات ديال 2021. أخنوش راه اقترح عليا 1,000,000 ديال الدرهم، ماشي 75 مليون سنتيم، غير باش نسكت خلال الحملة الانتخابية ديال 2021. ميسا ناض شي واحد اللي هو نور الدين الشهاب صحفي كيقول ليها وكيكشف ليها باللي سبق ليها وقالت ليه انها وصرحت ليه انها خدات 75 مليون سنتيم باش تدافع على أخنوش في البلوكاج السياسي ضد بن كيران سنة 2016. غادي نوريك طريقة أعيدها وأكررها، غادي نوريك واحد الطريقة اللي غادي تطيح بها بن كيران. قال لك مرحبا ونخدموا، فيرصا لك في الكونت ديالك 75 مليون، أنت تقولينها بعظمة لسانك وماعز. وجات عند أخنوش كتقترح عليه خطة باش يدير البلوكاج لبن كيران وخادت منه 75 مليون سنتيم. ميسا ناضت كترد وكتنفي أنها خادت 75 مليون سنتيم وكتقول بأن تعرض عليها 1,000,000 درهم. أخنوش راه اقترح عليا 1,000,000 ديال الدرهم، ماشي 75 مليون سنتيم. ومن الفضائح
اللي نزلات على رأس أخنوش تصريح واحد المستشار في جماعة مكناس. القصة أن هذا المستشار سميتو الحسن خربوش اعترف قدام الناس قدام الملأ أنه طلبوا منه 50 مليون سنتيم باش يدي النيابة الأولى في المجلس. أخنوش تحاصر هذه الفضائح والمتابعات والاعتقالات، قدم للشعب ناس سماهم كفاءات، لكن الواقع فضحهم. إلا كان عنده ذرة ديال النزاهة كان خصو يعتذر للشعب ويقدم الاستقالة. انا تنعتقد والله اعلم لو كانت الامور زعما طبيعيه السيد رئيس الحكومه خصو يقدم استقالته، لكن للاسف هو والناس اللي معاه مازال مصممين يقتلوا السياسه ويزرعوا اللا معنى، وعندهم هما كل شيء كيتشرى بالفلوس، كل شيء كيتشرى بالاوراق الماليه، كل شيء كيتشرى بالشيكات، الصحافه والمؤسسات، كل شيء في منطقهم الفلوس كتشري كل شيء. شراو الاعلام، شراو الصفحات، شراو المدونين، داروا لهم خلصه، تشري القناعات، تشري الاصوات، تشري الصحافه وحتى الكرامه الانسانيه. كيدوسوا على القوانين وكيستعملوا المال باش يصفيوا الحسابات ويصنعوا التحالفات. بالنسبه لهم الفلوس فوق كل السلط، الفلوس فوق كل السلط. هكذا كيفكر أخنوش، وهكذا كيفكروا الناس اللي معاه كاملين واللي هما في الحكومة، اللي هما لا علاقة لهم بالسياسة، ناس ديال البيزنس، ناس ديال المال، ناس ديال الأعمال، كيفكروا غير بالفلوس. الصحفي توفيق بوعشرين كتب سنوات شحال هادي قبل ما يتشد ما تلعبوش مع الملياردير وكيقصد بها أخنوش، والنتيجة كانت هي أنه تسجن سنوات. لكن لعبة الشيكات والسيطرة على الإعلام ولات أبشع، أخطر وأبشع. والله يكتب السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.